يبقى الأول. خلاص شوف الجلسة الثانية. هنهم وأنت منهم حبيبي. الله يسلمك. الله يستر. ايش اللي يميز الأكتع؟ الأكتع كله مميز حقيقة، سواء أكله من قديم زمان، هذا من عام يمكن 96 هجري كان الأكتع هذا مشهور. كنا نجي من المدينة وكان مسافة بعيدة، وكان مميز إن الطبخة تجيب الأكلة عنده ويطبخها قدامه. يا سلام. اي نعم، كانت في الجلسات عاد غير الفول قديم قبل الفول حقيقة. كان احنا نجيب الدجاجة وهو يطبخها قدامنا عنده. يا سلام. وكانت مميزة على المدينة كلها. اللي كانوا في سنتنا حقيقة يعرفون الأكتع، والأكتع مميز الأول كان في المدينة. والجلسات اللي كاتبة بير علي أكيد ومن ينكر الشيء ده، هذا معلم حقيقة من معالم المدينة. تنصح الناس يزوروه؟ والله سمعت والطيبة وأنصح، والمحلات كلها فيها خير وبركة في المدينة حقيقة. ولكن يبقى الأول. خلاص يبقى الأول. خلاص شوف الجلسة الثانية. هنهم وأنت منهم حبيبي. الله يسلمك. الله يستر. ايش اللي يميز الأكتع؟ الأكتع كله مميز حقيقة، سواء أكله من قديم زمان، هذا من عام يمكن 96 هجري كان الأكتع هذا مشهور. كنا نجي من المدينة وكان مسافة بعيدة، وكان مميز إن الطبخة تجيب الأكلة عنده ويطبخها قدامه. يا سلام. اي نعم، كانت في الجلسات عاد غير الفول قديم قبل الفول حقيقة. كان احنا نجيب الدجاجة وهو يطبخها قدامنا عنده. يا سلام. وكانت مميزة على المدينة كلها. اللي كانوا في سنتنا حقيقة يعرفون الأكتع، والأكتع مميز الأول كان في المدينة. والجلسات اللي كاتبة بير علي أكيد ومن ينكر الشيء ده، هذا معلم حقيقة من معالم المدينة. تنصح الناس يزوروه؟ والله سمعت والطيبة وأنصح، والمحلات كلها فيها خير وبركة في المدينة حقيقة. ولكن يبقى الأول. خلاص.